بسم الله الرحمن الرحيم. تحية جهادية إسلامية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تحية لجميع الطلبة والطالبات وكافة المناضلين والمناضلات من داخل هذا الإطار العتيد والصامد. إذن استجابة نداء ديال لجنة قضايا الأمة من داخل الكتاب العام للتنسيق الوطني، نحن هنا في مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أكادير يعني ننظم أشكال تضامنية للتضامن مع إخواننا والمسلمين في بورما. صراحة ما يقع في بورما هو مجزرة حقيقية، مذبحة لإخواننا المسلمين، وللأسف ما نراه هو أن لا أحد يحرك ساكنا. الإعلام يشهد يعني تعتيم إعلامي غريب، ويعني على هذه القضية هذه اللي هي كتهمنا بالدرجة الأولى نحن كمسلمين، ولكن للأسف شديد ليس هناك من يحرك ساكنا. انفجار بسيط وقع في أمريكا وكل الدول تقريبا نددت واستنكرت هذا الحدث، لكن للأسف المسلمون يقتلون في بورما ولا من يحرك ساكنا. ونحن من باب التضامن، من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فنحن يعني على حسب استطاعتنا أن ولو بكلمة في وجه هؤلاء لكي يصلهم الصوت ولكي يتحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولوقف هذه المجزرة المهينة في حق المسلمين ولو إنسانيا، بوقف هذا ما يقع في بورما. نسأل الله تعالى أن يتقبل موتهم من الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يفك عنهم أو يرفع عنهم هذا الحيف وهذا الظلم وما يقع لهم. ونحن متضامنون مع جميع المسلمين في كل بقاع الأرض. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه المحطات وهذه الأشكال. وتحية لجميع الطلبة والطالبات المشاركين والمنخرطين في هذه المحطات، وتحية في إطار. والسلام عليكم.